العصابة لما بيلاقيه مش عايز يقول حاجة بيوجه المسدس ناحية شيري وبيهدده ان هو هيموتها، فبيضطر نيسن يقول كلمة سر الخزنة، والحرامية بيفتحوا الخزنة وبياخدوا فلوس وبياخدوا كمان شيري معاهم كرهينة، ولما بيطلعوا برا بيضربوا النار على البوليس وبيهربوا. ونيسن بيطلع برا بيلاقي البوليس مضروب وواقعين على الأرض، فبياخد المسدس وعربية البوليس وبيجري ورا العصابة، والعصابة بيكونوا في عربيتين، ولما بيشوفوا نيسن بيجري وراهم بيحسبوه بوليس وكل عربية بتاخد طريق، فنيسن بيضطر يدخل ورا عربية واحدة وبيجري وراها لغاية لما العربية دي بتاخد طريق مسدود، وسواق العربية بيطلع منها ونيسن بيثبته بالمسدس، فالراجل بيطلع يجري وبيدخل جوه مطبخ، ونيسن بيجري وراه وبيدور ما بينهم معركة، ونيسن بيموته وبياخد موبايله وبيلاقي رسالة مبعوتاله من العصابة بتقوله إن وصلوا للمكان اللي هما متجمعين فيه، ونيسن بيلاقيه عامل وشم على دراعه فبيصوره وبيبعت الصورة لصاحبه عشان عايز يعرف هو رسم الوشم ده فين عشان يوصل منه المكان العصابة اللي حابسين شيري فيه. بعد كده نيسن بيروح لواحد عشان بيكون مصاب بطلقة وعايز يخرجها، وبعد ما بيخلص بياخد عربيته وبيمشي، وبيجي مشهد لفردين العصابة بيكون واحد منهم ملقان على اخوه اللي نيسن قتله لأن هو بعتله رسالة ومجاش لحد دلوقتي، لكن صاحبه التاني بيطمنه وبيقوله أكيد هيجي كمان شوية، وبنشوف شيري وهي زعلانة لأنه قتل مدير البنك، وبنكتشف اصلا انها واحدة منهم وهي اللي كانت مخططة لسرقة البنك، ولكنها هي كانت متفقة معاهم انهم ميقتلوش حد وانهم ياخدوا فلوس البنك وخلاص. بعد كده بنشوف نيسن رايح المكان اللي واحد من افراد العصابة رسم فيه الوشم، وبيدخل نيسن وبيقوله انه محتاج يرسم وشم زي اللي في الصورة دي، وبيتضح ان الراجل ده يعرف صاحب الوشم بيقوله ان هو اسمه بن، فنيسن بيحاول يوقعه في الكلام عشان يعرف مكانهم فين، لكن الراجل بيكتشف ان هو مش تبع العصابة، فبيحاول يقتله والراجل كان هيموته، لكن نيسن بيمسك سكينه وبيضربها في الراجل، ولكنه بيقوم تاني وبيحاول يضربه، لكن نيسن بيلاقي ازاز مكسور على الارض فبيفضل يضرب ايده على الازاز لغاية ما الازاز بيلزق في ايده فبيضرب الراجل في عينه، ونيسن بيكون عايز يعرف منه مكان العصابة فين، فالراجل بيعترف له وبيدله على عنوان البيت اللي ساكن فيه بن، ونيسن بيروح هناك وبيدخل البيت وبيكون البيت ده مليان فخاخ، ونيسن بيقع في فخ وبيتعلق فيه ومبيعرفش ينزل، فبيكلم صاحبه عشان يجيله ويفكه، وفي نفس